هل الوقت مناسب لشراء الذهب ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الأستاذ وليد عادل. أهلا وسهلا بك وليد بيه. أهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. مصرفي كبير، والنهارده إن شاء الله هيكلمنا عن الذهب وإمتى نشتري الذهب، وهل التوقيت مناسب، وهل في غش في الذهب، ولو أنا هشتري ذهب إيه نوع الذهب اللي أنا هشتريه، هل هو سبائك ولا مشغولات؟ كل ده هيكلمنا عنه. اهلا بحضرتك وليد بيه. اهلا وسهلا بك يا دكتور محمد. في البدايه قول لنا كان في الفتره الماضيه في اقبال شديد على الذهب، دلوقتي هل الوقت مناسب ان الناس تشتري ذهب ولا لا؟ والله خلينا بس نقول الاول، اللي اشترى ذهب اشترى خلاص، تمام. واللي كسب من الذهب في خلال الفتره اللي فاتت كسب. طبعا احنا شفنا جرام الذهب كان ب 700 جنيه. تمام. طبعا هتكلم عن عيار 21 لان هو الاكثر تداول، هو العيار 21. ولكن خلينا نقول ان لما الجرام العيار 21 كان ب 700 جنيه، وكانت دي نقطه كبيره جدا، لان كان فيما قبل الاسعار دي كان ب 200 و300 و400 ووصل 500 وبعد كده 700. فجاه نط من 700 جاب 1000 و1200 وبعد كده ال 1600 وبعد كده ال 2000 و2200 جنيه. برضه احنا بنتكلم عن الذهب عيار 21. الذهب مرتبط او في 3 عوامل بيحددوا الذهب واسعار الذهب داخل المجتمع المصري او اي مكان في الدنيا. يعني اول حاجه السعر العالمي، ثاني حاجه اليات العرض والطلب في السوق، وبعد كده سعر الدولار. هم دول ال3 محددات الاساسيين لسعر الذهب. مع ارتفاع اي شيء او اي محدد من المحددات دول، ده بيأثر على اسعار الذهب والذهب بيرتفع. بس قد يكون احنا شفنا في بعض الفترات كان مثلا السعر العالمي للذهب، وده الكلام دوت كان من حوالي سنه، كان السعر العالمي حوالي 1900 او بيتراوح ما بين 1900 دولار ل 2000 دولار للأونصة. وساعتها الذهب العيار 21 جرام الذهب عيار 21 كان وصل ل 4000 جنيه. فواحد هيقول الله، طب ما هو كده السعر العالمي كان قليل. اقول له بس خد بالك ان الذهب مرتبط بالدولار اكتر، لان كل ما ارتفع الدولار تمام بيرتفع الذهب معاه. القاعده الاقتصاديه عموما بتقول هو كل ما ارتفع سعر الدولار تمام مفترض ينخفض سعر الذهب، بس احنا ماشيين بنظام تاني لسبب هنا مشتريات التجار من الذهب بتبقى مقومه بالدولار. يعني هو بيروح يعوض الجزء اللي باعه دوت عشان يعمل استعاضه بيه بالدولار، هو لازم يحدد الاسعار كمان بالدولار. فالنهارده لما نيجي نقول تاريخ الذهب او ايه اللي حصل في خلال اخر سنه او سنه ونص فاتوا، هنقول ان الذهب كان عيار 21 لما كان السعر العالمي بحوالي 1900 او 1950 دولار، كان عيار 21 ساعتها ب 2145 جنيه مصري. ولكن سرعان ما حصل طبعا الزياده الرهيبه اللي حصلت في الذهب لما قامت الحرب اللي هي حرب غزه في شهر اكتوبر اللي فات، وبدأ يحصل عمليات توترات او وجود توترات جيوسياسيه في المنطقه، ارتفع سعر الذهب. مع كمان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي او السوق السوداء اللي كان وصل ل 70 او 72 جنيه في بعض الاحيان، كان ده سبب من الاسباب الرئيسيه ان جرام الذهب عيار 21 وصل ل 4000 و 4200 جنيه مصري. طيب سرعان ما نزل الجرام مره ثانيه ل 3000 جنيه، وده طبعا كان ليه كان ليه اثار، وكان ليه العوامل اللي اثرت في الكلام دوت، ان طبعا الدولار ساعتها حصل تحديد لسعر الصرف في شهر مارس اللي فات، وعلى اساسه نزل سعر الدولار بقى رسمي وسوق سودا على حد سواء، لان اختفت السوق السودا في الوقت ده وحتى وقتنا الحالي ومفيش سوق سودا، فاصبح السعر الرسمي بيتراوح ما بين 47 و 48 جنيه. هو ده السبب الرئيسي. كان في طبعا تلاعبات كتير خلال الفترة اللي فاتت في اسعار الذهب، واحنا شفنا طبعا الضربات الامنية اللي كانت بتحصل على الصاغة وعلى الناس المضاربين في الذهب، والتلاعبات اللي كان بيحصل كده الى ان حدث الاستقرار في اسعار الذهب، واصبح جرام الذهب عيار 21 ما بين 3000 اقل نقطة وما بين 3300 او 350، وبيرجع تاني بيرد ما بين الرقمين دول. فمفيش تغيرات كتير بتحصل في الذهب خلال الفترة اللي فاتت دي، او حصلت يعني حاجة فجة جدا او اسعار تجاوزت الاسعار اللي احنا بنقول عليها دي خلال الفترة اللي فاتت. هل الوقت مناسب لشراء الذهب الوقت الحالي في ظل التوترات الجيوسياسية اللي موجودة والقلق اللي موجود والخوف ان يحصل تضخم تاني اكتر وارتفاع في الاسعار؟ فهل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
هو الوقت مناسب لشراء الذهب في اي وقت. الذهب ملاذ امن لاي توترات جيوسياسيه، اي ازمات في حاله الازمات الاقتصاديه. ما عنديش ازمات اقتصاديه وما يبقاش فيه توترات سياسيه وانا برضو بشتري ذهب. هو الذهب عمره ما خسر على اللونج ران او اللونج تيرم، تمام. في خلال الفترات السابقه الذهب كان في مراحل عمره كلها بيزيد، وقد يكون في زيادات قادمه، ممكن يكون في زيادات قادمه. ممكن الذهب يوصل مثلا ممكن نقول ل 3500 و 4000 جنيه في للعيار 21. ممكن يحصل الكلام دوت، بس عشان خاطر يحصل حاجه زي كده لازم عوامل برضه مؤثره فيه جدا، زي ارتفاع سعر الدولار تمام لاكتر من قيمته الحاليه، هيأثر ان اسعار الذهب هترتفع. توترات جيوسياسيه حاده في المنطقه، حرب اقليميه واسعه النطاق هتأثر في اسعار الذهب. ولكن احنا ما حدش يقدر يقول ان ايه اللي ممكن يجرى بكره او يحصل بكره. دايما احنا بنقول للمدخرين او المستثمرين ما تحطش فلوسك كلها في مكان واحد، وزع اموالك، اعمل محفظه استثماريه، حط جزء من الفلوس في الذهب بنسبه لا تتراوح ما بين 20 و25 او 20 و30% في الذهب. حط جزء تاني في الشهادات او الحسابات الاستثماريه اللي بتدر لك عائد، لان الذهب لما تهجيب وتحتفظ بيه النهارده ممكن لمده سنه ما يحصلش تغير. انت حافظت على قيمه فلوسك من التضخم ومن التآكل ومن الكلام ده كله، بس هل انت عايز فلوسك ديت على المدى القريب ولا المدى البعيد؟ مش محتاج للفلوس دي خالص. لو على المدى القريب لا، يبقى انت المفترض ان انت تخش بقى في عمليات تدر عليك عائد شهري وانت هتنتفع بيه، وقيمه الفلوس بتاعتك هتظل زي ما هي. وخصوصا ان في النهارده توجهات من الحكومه تمام والبنك المركزي في ضغوطات كبيره جدا على ان يحصل تقليل او تخفيض للتضخم الموجود حاليا، وبتسعى الحكومه والبنك المركزي على انهم يخفضوا النسبه دي بعد ما كنا وصلنا ل 40 او 42% حجم التضخم او نسبه التضخم الاساسي. النهارده احنا بنتكلم في 26 فاصل مثلا 8، ومستهدف انها توصل خلال الفتره القادمه لاقل من كده، ان احنا نوصل ل 20 او 21%. فالحل الامن بالنسبه لاي حد معاه فلوس وعاوز يستثمرها او يدخر ادخار صحيح، حط جزء في الذهب، حط جزء في الشهادات الاستثماريه. ممكن لو انت معاك برضو فائض ممكن تشتري مثلا وحده سكنيه، تمام. بس خد بالك ان احنا زي ما قلنا الوحدات السكنيه فيها نسبه تضخم عاليه جدا، على الرغم انه في ركود حالي، والله اعلم طبعا في المستقبل ممكن الاسعار دي تنزل مره تانية ولا يظل الركود لفتره اكبر من كده. يعني حضرتك دلوقتي اللي عايز بقى الذهب تنصحه بايه في التوقيت الحالي؟ برضه على حسب الحاله الماليه بتاعته. النهارده الحائز للذهب دوت، هل انت محتاج للذهب دوت على المدى القريب ولا انت ممكن تنساه لمده سنه او سنتين او 3؟ الحاله الماليه للمدخر او للمستثمر هي اللي بتحدد احتياجاته الحاليه واحتياجاته المستقبليه، وبناء عليه هو يقدر يقرر. انا ممكن اشيل النهارده اجيب مثلا ربع كيلو ذهب، والذهب يفضل انه يجي في سبايك افضل من المشغولات. يعني لما اجيب والسبايك اللي دايما اخلي السبايك بتاعتي اللي هي الجرامات الاقل، يعني ابتدي مثلا من السبيكه ال 100 جرام او 100 او 200 جرام او 250. كل ما بيبقى الحجم السبايك اكتر يعني اقل، انا اقدر ساعتها اروح ان انا اتنازل عن جزء منها في حاله احتياجات لفلوس حاليه مثلا في الوقت الحالي واحتفظ بالباقي. فكل ما هحتفظ وهعمل الكلام دوت وهمشي مثلا بالمنوال ده هيكون افضل ليا. لو في حاله ان انا النهارده مدخر او مستثمر مش عايز فلوسي على المدى القريب وعندي بنك نوت يكفيني خلال الفتره الحاليه، احتفظ بالذهب. لو انت النهارده حاسس ان انت رحت جبت الذهب علشان انت كنت منتظر ان انت هيرتفع سعر الذهب دوت لمثلا 4 او 5 او 5000 او 6000 جنيه مثلا للجرام الواحد عيار 21، انا ما انصحكش ان انت تحتفظ بيه، لان مفيش اي مؤشرات بتقول انه يطلع، على الرغم ان الاحداث العالميه والوضع العالمي بيقول ان ممكن السعر العالمي يطلع. بس احنا برضو قلنا ان المحددات اللي بتاثر في سعر الذهب مش سعر عالمي فقط، احنا عندنا الدولار بيأثر، وبرضو اليات العرض والطلب في الاسواق بتأثر. فخلينا دايما رايحين ان احنا نوزع المدخرات بتاعتنا بحيث ان احنا يبقى عندنا البدائل الاستثماريه كلها تحت ايدينا وكلها متاحه. توزيع الاستثمارات هو الافضل، دي القاعده الاهم في الاستثمار. نشكرك يا وليد بيه على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. اسالونا واحنا ان شاء الله وليد بيه يرد على حضراتكم. كان معكم الدكتور محمد العجمي ودي صباح البنوك. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بصه كده على القناه بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجوده على القناه، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجوده في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع ال10 اخطاء نتكلم عنهم سريعا. رقم 1 الاندفاع نحو ارتفاع اسعار الفايده. مجرد ما احنا